فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لقد من الله علي وعلى أهلي من غير هذه البلاد بكتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولدرسناها. لقد من الله علي وعلى أهلي من غير هذه البلاد بكتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فدرسناها وتعلمناها، ولكن وزع علينا في هذه الأيام كتاب بعنوان قواعد في توحيد الإلهية، وفيه ما يلي: أن شروط لا إله إلا الله السبعة ليس عليها دليل يحدد عددها. اتركوا هذا، اتركوا بس، هذا من المتعالمين، اتركوه وامشوا على ما أنتم عليه من كتب الشيخ محمد وكتب السلف. أما كتب هؤلاء المتعالمين اتركوها ولا تلتفتوا إليها، لأنها غثاء وجهل. نعم. يقول السائل: وجدت كتابا يباع في المكتبات وسماه، يقول: وقد قرر فيه مؤلفه، ايش اسمه؟ الإلمام في شرح نواقض الإسلام. نعم. وقد قرر فيه مؤلفه أن العذر بالجهل عام في كل مكفر، وأن المشرك الذي يعبد غير الله إذا كان ممن ينتسب للإسلام وينطق بالشهادة. هذا إرجاء، هذا قرأناه وأدركنا أنه كتاب إرجاء، وهو خلاف النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام، وبزعمه يشرح وهو يرد على الشيخ. لا، هذا الكتاب يجب أن يصادر ولا يغتر به. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، مقولة يا شيخ تنسب إليكم لقينا في بعض المواقع، بس نريد أن نتأكد منها. يا شيخ أحسن الله إليك، في أحدهم كتب رسالة قال: إنكم أحسن الله إليك تعذرون عوام الرافضة الذين يقعون في شرك الربوبية والألوهية، فما صحة هذا إليكم أحسن الله إليك؟ هذا كلام اللي أنت شفته؟ لا يا شيخ، هو ذكر هذا الكلام عنكم، هم كذاب. هذا يا شيخ أنا أحسن الله إليك كانكم تريدون ذكر اسمه عبد العزيز الريس يا شيخنا. هذا كذب، كذاب. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. في أحد المواقع أحسن الله إليك رجل يا شيخ نسب إلى سماحتكم أنكم تعذرون ساب الله جل وعلا. من هو الرجل هذا يا شيخ أحسن الله إليك رجل مؤلف رسالة بعنوان جوابي لبعض الفضلاء، اسمه عبد العزيز الريس. ايه اتركوا، هذا معروف، اتركوا، هذا مرجي. يا شيخ أحسن الله عليك، بس العبارة هنا موجود، أخذ بعض كلامكم ووضع تحتها أن الشيخ صالح الفوزان. أقول اتركوا لا يعتبروا شيء بس. أحسن الله إليك.